السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة كشف الحقائق. أهلا وسهلا بكم جميعا، مشرفينا ومنورينا. قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت نذكر الله ونصلي على النبي، واللي مش مشترك عندنا في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد بإذن الله. إن شاء الله النهاردة هنكمل كلامنا عن موضوع الزوجة اللي هي ضربت حماتها في محافظة الشرقية. النهاردة الحمد لله يعني تم تبرئة الزوجة، أو إن هي خرجت يعني، أو تم الإفراج عنها بعد التصالح بينها وبين حماتها. سبب التصالح ان اهالي المحافظه او القريه اللي هم فيها تدخلوا في الموضوع طبعا، عشان البنت الصغيره عندهم بنت عندها 4 شهور وكان عندها ثقب في القلب. فالبنت مريضه وحالتها الصحيه طبعا تدهورت بعد بعد امها عنها، ومفيش طبعا رعايه او اهتمام، لان الام هي اللي عارفه يعني بنتها محتاجه ايه في علاجها او في نظام اكلها او في رعايتها. فالحمد لله ان حماتها ربنا هداها يعني، وتم الصلح وحصل تنازل يعني عن المحضر اللي كانوا عاملينه، وخرجت النهارده الحمد لله بعد الافراج، يعني بعد اتمام الاجراءات الافراج. احنا طبعا عايزين نقول ان الغلط من الاساس في القصه دي او في القضيه دي من الزوج، ان هو نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. كان المفروض لما شاف الفيديو كان نزل زي ما نزل، يعني لان هو كان مسافر بره. المفروض ان هو كان ينزل وما كانش ينشر الفيديو اللي هو نشره ده. كان ينزل ويشوف الموضوع ايه، او ايه اللي ادى للي حصل يعني بين زوجته وبين والدته. طبعا الزوجة غلطانة مليون في المية ان هي تمد ايديها على حماتها، ولكن كان الحل هيبقى افضل من كده. بدل ما الناس كلها مثلا شافت والدتك وهي بتتضرب، او شافت زوجتك وهي بتضرب والدتك، كل الاسره اتبهدلت طبعا، كان زوجتك او بنتك او والدتك او حماتك، كله اتبهدل في الموضوع دي وفي القصه دي. الموضوع طبعا يعني حساس شويه طبعا، لان في اطراف كلها متقاربه او عيله في بعضيها، ولكن للاسف الغلط بيبقى من الاشخاص اللي هم بينشروا الداخليات بتاعت حياتهم يعني، او تفاصيل حياته. وللاسف دي بقت موضه دلوقتي على الميديا كلها، يعني ان كل واحد بينشر ادق تفاصيل حياته. يعني في حاجات بتتنشر بتبقى ايجابيه، وفي حاجات طبعا سلبيه، زي اللي احنا الموقف اللي احنا فيه دلوقتي، او القضيه اللي بنتكلم عنها النهارده. ولكن بنسبه 80% بيبقى اللي بينشر حاجه دي بتبقى حاجه سلبيه. يعني اتمنى ان الموضوع ده ما يكررش تاني، ان الزوج او الزوجه او اي اسره يعني ما ينشروش تفاصيل خلافاتهم على الميديا بالطريقه دي. واتمنى ان الزوج يكون اتعلم الدرس تماما يعني، لان الحياه تقريبا كده هتبقى شبه مستحيله طبعا بينهم بعد اللي حصل. التصالح ده مجرد بس عشان البنت الصغيره او الطفله، لكن ما اعتقدش ان هيبقى في تسامح يعني، ولا الابن هيسامح ولا الام هتسامح. حتى لو الام غلطانه يعني، او الحما غلطانه، لان كان في اهانه وكان في ضرب يعني، طبعا الناس كلها شافته. فاكيد الحما مش هتستوعب مرات ابنها تاني في بيتها يعني. ولكن نتمنى طبعا ما يحصلش الانفصال ده، عشان خاطر بس البنت الصغيرة، زي ما قلنا بالأمس. البنت الصغيرة هي الأساس في القصة كلها يعني، أو تعاطفنا معاها يعني. أتمنى إن شاء الله الأمور تبقى طيبة والدنيا تتحل يعني، ويوصلوا لحل يرضي جميع الأطراف. بس ده كان الخبر اللي معانا يا جماعة، وإن شاء الله نشوفكم في فيديو جديد. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، ونشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.